يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوتك لنا. ولو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. أتمنى طبعا تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة هنعمل أكل المستعجلين، يعني لو انتي موظفة أو جاية من مشوار ويعني خلاص مفيش وقت هتعملي الأكلة دي، يعني ولا هتقعدي بقى قدام البوتاجاز وتقلي ولا الكلام ده كله على الرخامة وفي الآخر بس تحطيها على النار تستوي. اول حاجه هنعمل مع بعض الفراخ. انا عندي هنا بصل مقطع شرايح وبصل كتريه شويه، وعندي كمان جزر مقطع شرايح، وعندي توم وليمون. اول حاجه نحط البصل والجزر زي ما انتم شايفين كده. انا بزود البصل لان احنا من الناس محبي اكل البصل ده مع الرز او بالعيش. هنحط دلوقتي الليمون. ليمونه حلوه كده، العصير بتاعها يكون كتير، ولو الليمونه ناشفه شويه زودي كمان ليمونه. هناخد التوم بتاعنا ونقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده زي ما انتوا شايفين عندنا طماطم احنا بشرينها تقريبا طماطمتين كده ولا حاجة. وبعد كده هننزل عليها كمان بقى بمعلقة ونص من الصلصة البيوري الكبيرة، معلقة كبيرة، معلقة ونص كده تديني لون حلو للفراخ بتاعتنا. هتنزلي بالملح، والملح تبع الكمية اللي انت تستخدميها. تمام. المعلقة بتاعتي كانت صغيرة شوية بوريها لكم، يعني تعتبر بالظبط كده معلقة او معلقتين، لا معلقتين كده صغيرين من الملح. وعندي هنا كمان حاطين سكر، ولو عندك عسل يبقى 100 فل و14. العسل احسن كتير من السكر. عندي شطة، وبعد كده كمان هننزل عليها بالبابريكا معلقة صغيرة. الشطة طبعا حسب الرغبة، عايزة تكتري كتري، عايزة تقللي قللي. عندي هنا 3 فصوص من الحبهان، وكمان عندي هنا فلفل اسمر ودي معلقة صغيرة. الفلفل الاسمر مع الفراخ يعني نكتر شوية علشان لو في زفارة ولا حاجة تروح. وعندي هنا نص معلقة صغيرة من الكاري، وورقتين من ورق اللورا. هتقلبي كويس. وطبعا المعلقه انا معايا الموضوع مش هينفع، هخش بايدي دلوقتي حالا لان حراره الايد مع مع البصل بالطريقه اللي انا بعملها دي هتخلي البصل بتاعتنا ينزل الميه بتاعته، وبالتالي هيديني طعم حلو جدا للفراخ بتاعتنا. هندعكها كويس زي ما انتم شايفين كده اهو، حلو قوي كده. وبعد كده طبعا تكوني محضره الفراخ بتاعتك نقعها في محلول النقع مثلا ساعتين 3، وبعد كده هتطلعيها تغسيه غسله حلوه. وبعد كده تعصري عليها بقى ليمونه في الاخر كده، يعني بعد ما تنضفيها تمام زي الفل تعصري عليها ليمونه وتسيبيها شويه، بعد كده تشطفيها بشويه ميه هتطلع معاكي تحفه. انا طبعا خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه بقى في الحلوه دي؟ طبعا في قرن فلفل حامي كده انا حطاه على الجنب ده ليا انا. هنغطيها ونحطها على النار من فوق، هنسيبها لغايه ما تستوي، بعد كده تدخليها تحت الشوايه هيطلع لك احلى فراخ تاكليها في حياتك. تعالوا بقى نشوف الطريقه التانية او الطبخه التانية بتاعتنا. هنعمل بطاطس، برضو بطاطس في السريع. هنجيب بصل مقطعينه شرايح، وعندنا فصين من التوم، فصين بس ما تكتريش. طبعا لو بتحبي التوم كتير كتري مفيش اي مشكله. هنحط عليها فلفل اسمر وملح وشطه وشويه سكر صغيرين عشان يعدلوا لي الحموضه بتاعه الصلصه. وبرده بنفس الطريقه بايديك الحلوين يا ست الكل، وتفضلي ان انتي تدعكي فيهم كويس جدا عشان البصله بتاعتي تنزل الميه بتاعتها. تمام. تمام. طبعا ما تحطيش اي بهارات تانية، مش محتاجين بهارات كتير في الاكل. البهارات الكتير برضو يعني بتغير من طعم الاكله بتاعتنا. حطينا هنا مرقه عشان احنا مش هنزود شوربه ولا اي حاجه، فلو عايزه تحطي مرقه حطي، مش عايزه ما تحطيش براحتك خالص. بايديكي بقى الحلوين يا ست الكل، وتفضلي تعملي بالطريقه اللي انت شايفاها دي اهو. حلو كده، حلو كده. هتكوني طبعا محضره البطاطس بتاعتك مقطعاها شرايح تقريبا بسمك نص سنتي او سنتي حسب ما بتحبي، بس لو انت قطعتيها رفيع شويه تستوي معاكي في السريع. هنحط البطاطس بتاعتنا وبرده هنقلبها تقليبه حلوه بايدينا كده، نخلي كل البصل والبهارات بتاعتنا تنتشر في البطاطس. تمام. تمام. حلو قوي كده. هتكوني محضره الصلصه بتاعتك اهو، وهتنزلي على البطاطس. هتزودي شويه ميه عشان طبعا البطاطس تستوي، ما مش هتستوي لوحدها طبعا اكيد، يعني هنحط شويه ميه وهنقلبها التقليبه الحلوه. حلو الكلام، حلو الكلام. خلصنا الطبخ، خلصنا الطبخ واحنا واقفين مع بعض في السريع من غير اي مجهود ولا اي حاجه. انا بس احط عليها معلقه صغيره من الزبده او من السمنه او شويه زيت صغيرين. مش عايزه تحطي خالص ما تحطيش، مفيش اي مشكله. هتغطي الحلوه دي وتحطيها على النار برضو لغايه ما تستوي، وبعد كده تنزليها تحت الشوايه شويه. والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. الصينيه بتاعت الفراخ طلعت معانا زي ما انتم شايفين اهي. يعني بصوا كانت ريحتها تحفه وطعمها تحفه. والبطاطس ني في ني كده وسهله وسريعه. يعني لو انت مستعجله جايه من مشوار بعيد ومفيش وقت ان انت تطبخي، هتقفي تخلصي الاكل ده في ثواني.
طبعا شويه بقى رز بشعريه حلوين كده جنب الاكل او عيش زي ما بتحبي. والاكله يعني كانت محتاجاكم بجد، كان طعمها حلو جدا. والفراخ بقى انا عايزه اقول لكم، سيبكم من الموضوع ده كله، انا احلى حاجه باكلها في الفراخ دي البصل. يعني انا ممكن امسك رغيفين عيش كده زي الفل مع الفراخ والبصل اللي عندي ده، يعني يا جماعه يعني عشقي بجد. والحمد لله اولاد طالعين لي، يعني انا بحط الصينيه قدامنا بنخلص عليها البصل. طعمه خطير. انا كده خلاص الوصفه بتاعت النهارده بتاعتي خلصت، يا رب تكون نالت رضاكم وعجبكم واكون خفيفه على قلوبكم. اتمنى طبعا تشتركوا عندي في القناه. اشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.